الأرض نادت وقالت فينك يا محبوبي فينك، دي الغربة زادت وطالت يا ولد بيني وبينك. الأرض 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 نادت وقالت اديني من الحب حبة بألف حبة حصاده، ده أنا قلبي بستان محبة فرح ما يخلف ميعاده. اديني من الحب حبة بألف حبة حصاده، ده أنا قلبي بستان محبة فرح ما يخلف ميعاده. حمل وكيل خزينك، دي الغربة زادت وطالت يا ولدي بيني وبينك. الأرض نادت وقالت نادت وقالت ده أنا جاية على يدي أديله فرحي وخيري، يا طير مهاجر معدي ولفت على أرض غيري. ده أنا جاية على يدي أديله فرحي وخيري، يا طير مهاجر معدي ولفت على أرض غيري. وروتها من دمع عينك، الغربة زادت وطالت يا ولدي بيني وبينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم بيوم حقل جديد. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن مرض اسمه مرض الميلانوز. إيه هو مرض الميلانوز؟ مرض الميلانوز دي بيصيب الموالح وبصفة خاصة بيصيب الليمون القطري. طبعا هو ليه مسببات كتيرة. طبعا المرض ده بينتج نتيجة الإصابة بفطر معد سابقا بيعيش على الأغصان أو على الأفرع الميتة، على بقايا الميتة أو الأغصان الميتة للنبات. طبعا بتحدث الإصابة بالميلانوز ديت عند ظهور أو وجود كمية كبيرة من الفطريات على الأجزاء أو الأخشاب الميتة أو الأغصان على الأشجار. طبعا فطر الميلانوز ديت طبعا فطر خطير. طبعا المفروض يكون ليه الوقاية سابقا طبعا قبل ما يكون في إصابة في الأشجار، لأن بتحدث الإصابة طبعا بيكون إيه نسبة التعامل طبعا بتكون قليلة جدا، أو نسبة العلاج بتكون قليلة جدا. طبعا فطر الميلانوز طبعا فطر طبعا بينشط على الأغصان الميتة عند طبعا وجود كمية كافية من الرطوبة أو الأمطار على الأفرع الميتة أو الأخشاب الميتة للنباتات. طبعا هنا بتكون الظروف طبعا معدة ومشجعة لنمو الميلانوز، مرض الميلانوز. طبعا هنا طبعا بينتشر المرض. طبعا مظهر الإصابة على النبات أو على الأشجار بيظهر على الأوراق معايا ظهور بقع بنية صغيرة على الأوراق. مثل ذلك بتوجد هذه البقع على الأوراق. بتكون طبعا البقع ديت مع تقدم الإصابة بتكون لما نيجي نلمس أو يكون ملمس الأوراق، عند لمس الأوراق بيكون الملمس خشن. طبعا زي ما انتم ملاحظين. طبعا ممكن انا احاول اوضح لكم الصوره اكتر. بيكون منظر الاصابه اهي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا فطر الميلانوز دي طبعا بيحدث معايا انه بيصيب الاوراق، بيعمل على تساقط الاوراق، بيسبب معايا طبعا بعد في تقدم الاصابه موت الافرع الصغيره على النباتات، وبيسبب معايا ظهور النواشف اللي احنا بنتكلم عنها في الموالح. في بعض الاخوه المزارعين بيقول لك في عندي كميه نواشف كتيره جدا على اشجار الموالح. طبعا ده لازم انا اقول له هنا لاحظ جدا، وحاول انك تتعلم ازاي ان انت تشخص المرض صح عشان تقدر تعالج صح، لان لكل داء له دواء. اهم شيء في ذلك ان يكون في عمليه تشخيص للامراض، تشخيص جيد للمرض. بعد هنا بنقوم باول خطوه طبعا تشخيص المرض، بعد ذلك بنقوم ان احنا باعداد العلاج المناسب. طبعا هنا فطر الميلانوز طبعا هنتكلم ازاي اللي انا اقدر اواقي الشجره او اواقي بستاني من الاصابه بهذا المرض. لابد طبعا من انا بقوم بعمليات التقليم مرتين في العام، طبعا بازاله النواشف او الافرع الجافه على النباتات. ودي مهمه جدا لان احنا في بعض المزارعين بيقوم بعمليه تقليم او ازاله الافرع الجافه في شهر 7. طبعا في بعض المزارعين او الاخوه المزارعين بيقول لك انت بتجلم ليه دلوقتي؟ طب ما احنا هنجلم في الشتاء. لا، هو كده الصح
هو المفروض انه يزيل البقايا الميته او الافرع الجافه اللي على الاشجار، عشان نقدر ان احنا ايه نواقي محصولنا او نواقي الاشجار بتاعتنا من الاصابه بهذا المرض. طبعا بعد ذلك بنقوم بعمليات التقليم في الشتاء. طبعا لابد من ازاله الافرع الجافه والميته موجوده على الاشجار والاخشاب. تاني حاجه المفروض بردك بكرر المره 30 او 40 على ما اعتقد. لابد من رش المركبات النحاسيه بعد عمليات التقليم، لان عمليات النحاسيات بتكون معايا بعمليه تطهير الاشجار، ولو في مرض فطري او في اي حاجه احنا هنا بالرشه دي طبعا بنقوم بايه؟ بالقضاء عليها. تاني هام مرض الميلانوز مفروض ان احنا بنستخدم مركبات خاصه له في بدايه فصل الربيع. بنحاول نرش من مره لمرتين في بدايه فصل الربيع. المركبات المستخدمه طبعا المفروض ان انا هستخدم مركبات المانكوزيب. طبعا المانكوزيب متواجد في مصر وفي دول العالم بصور مختلفه. هنا في مصر موجود على اساس مركبات الساند فلاور. ابسط صور ممكن المزارع يكون عارفها او ابي المزارع او اخي المزارع هي الديسين. وطبعا الديسين منتشر هنا بطريقه جامده جدا ومعروف ان انا اقدر اوصل له. معدلات او التركيز اللي انا هكون باستخدامه اثناء الرش، المفروض ان انا هكون برش معدل كيلو ونص لكل 600 لتر مياه مانكوزيب. طبعا دي الفصل في رش هنبدا بها في فصل الربيع، والرشه الثانيه هنبدا بيها في شهر 6 ولا حاجه، يعني في شهر 4 وشهر 6. وهنا طبعا يا رب اللي احنا ايه نكون وصلنا لكم ايه هو المرض وازاي اللي انا اقدر اتعامل معاه واقدر اقضي عليه. وطبعا لو في اي استفسارات اخرى يمكنكم التواصل معي عن طريق الواتساب او عن طريق الرسائل على الصفحه خاصه بي على اليوتيوب. وطبعا يا رب نكونوا فدناكم اليوم وفدنا الاخوه المزارعين، واستودعكم الله، وان شاء الله القاكم في حلقه قادمه باذن الله. لا تنسوا الاشتراك ودعمي في قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.